كثيرا ما يحدث عند إجراء اختبار تعداد الدم الذي يطلبه الطبيب أو عند دخولك إلى المستشفى أن ترى رقما يسمى PHD مذكورا في ذلك. PHD هو شكل أصغر أو اختصار لكلمة الهيماتوكريت. الهيماتوكريت هو ببساطة بمعنى بسيط مد جفافة أو رقة دمك. لذلك إذا كنت تعاني من الجفاف سيظهر دمك هيماتوكريت مرتفع. إذا كان لديك الكثير من الدم في جسمك وهو ما يشخص أحيانا كمرض يسمى تفرة الحمر سيكون الهيماتوكريت أو PHD لديك مرتفعا. إذا كنت تعاني من فقر الدم سيكون PHD أو الهيماتوكريت لديك منخفضا. لذلك فإن انخفاض الهيموغلوبين يقلل من PHD وارتفاع الهيموغلوبين يزيد من PHD. لكن في العديد من الحالات يكون PHD أو الهيماتوكريت أيضا مؤشرا على حالة الترطيب أو الجفاف. عادة ما يكون PHD بين 38 إلى 46 للإناث و40 إلى 54 لمعظم الذكور. ومع ذلك قد يكون لدى بعض الذكور أو الأشخاص هيماتوكريت مرتفع حتى في حالة طبيعية مثل الأشخاص الذين يعيشون في المرتفعات العالية. أحيانا الأعراق التي تعيش في جبال الهيمالايا سفوح جبال الهيمالايا التي تتعرض لأكسجين منخفض لديهم هيموغلوبين مرتفع ولديهم هيماتوكريت مرتفع مع فسيولوجيا طبيعية تماما. لذلك الهيماتوكريت هو مؤشر على مستويات الدم لديك وأحيانا مؤشر على الجفاف.